ازيكم يا شباب، ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن سلسله جديده وهي بعنوان View with Laravel Integration. الفكره كلها ان احنا هنعرف نربط ما بين View و Laravel اذا كان عن طريق الاي بي اي او اذا كان عن طريق نيرشا او اذا كان عن طريق البليد. فهنشوف كل الطرق اللي احنا كنا بنعملها في الاول خالص والطريقه اللي احنا هنشتغل بيها في المستقبل والحاجات دي كلها. السلسلة دي 5 دروس بس عشان بس هي تعرفنا الفكرة ما بين الانتجريشن لارافيل وفيو، مش أكتر من كده. تعالى بقى نبدأ في الانستليشن. هنا عاوزين نعمل انستول لارافيل بروجكت من الأول خالص. فاحنا هنا هنقول لارافيل نيو كونتاكتس اي بي اي. هنا هنقول له none. بعد كده هنا هختار SQLite. هقول هنا no. بعد كده أدخل على البروجكت بتاعي اللي هو CD contact API. بعد كده هنا أبدأ أقول له PHP artisan install لل API. هنا هيبقى عاوز يعمل migration لل personal access token، فأنا هقول له yes. بعد كده هنبدأ إن احنا ناخد has API tokens ونروح نحطها فين؟ في ال app models user، وهنا هنضيف له التريت اللي هو هيكون API token. نعمل save. هنبدأ بقى إن احنا نعمل setup برضو ل view 3. هنفتح تيرمينال جديدة. بعد كده نقول له هنا npm create view latest contact spa. هنا هيطلب مننا حبة اختيارات، فأنا مثلا هنا هختار spa router. بعد كده هختار أول اختيار. بعد كده هنا هقول له لا، نزل لي كل حاجة بكمان الإكزامبل كود عشان يبقى سهل بالنسبة لنا وسريع. هنا هنعمل cd للcontacts spa. بعد كده نعمل npm install. بعد كده هنا هنقول له npm install لأكسيوس. هنا بقى احنا محتاجين ان احنا نعمل موديل اسمه كونتاكت زائد كمان المايجريشن بتاعه، فتعالى كده نعمله وناخد الداتا دي عشان نحطها جوه المايجريشن. نحط جواه الفيلدز دي اللي هي هتكون نيم وايميل وفون وكمباني. طبعا الايميل هيكون يونيك. ونروح كده على الاب موديل كونتاكت وهنا نديله الفيلابل داتا اللي هي هتكون النيم والايميل والفون والكمباني. نعمل سيف. وكده احنا نكون ايه، خلصنا الحتة بتاعت الباك اند. نروح بقى على الراوتس. هتلاقي طبعا عندك الراوتس api.php. بعد كده انت هتروح تعمل كنترولر كونتاكت كنترولر، وطبعا الكونتاكت كنترولر ده هضيف له فلاج اللي هو API عشان يعمله على اساس ان هو resources. بعد كده هنا هتروح على الراوت تقول له هنا ايه راوت API resource من ضمنها الكونتاكت. طبعا هو عاوز يضيف ليها الأوس سانكتم، ولكن أنا مش هضيف لها الأوس سانكتم دلوقتي، أنا عاوزها تكون سيمبل. بعد كده إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية ممكن نسطب اللي هي باكج اسمها فورتيفاي. فورتيفاي دي بتدينا كمان كل الرابطس الخاصة بيه authentication زي مثلا اللوجن الريجستر فورجيت باسورد، بس الحاجات دي طبعا هتكون خاصة بس بال API. بعد كده أروح بقى على الكونتاكت كنترولر. هنا في الاندكس انا هجيب الداتا بتاعتي هيكون اسمها data equal contact، وانا هجيب حاجة اسمها latest. بعد كده هنا هعمل return ل response. هنا برضو جنب ال status success هعملها برضو message. هقول له هنا contact retrieved successfully زائد ال status success زائد الداتا بتاعتي هتكون data. او بلاش ان انا اخليها data دي، ممكن اخليها هنا مثلا ايه باسم الداتا بتاعتي اللي هي هتكون contact بالشكل ده. وانا في الستور هبدا بقى ان انا اعمل validate للداتا بتاعتي بحيث ان هو يكون النيم بتاعي يكون required الايميل required والفون نمبر يكون nullable مع الكمباني هتكون nullable. بعد كده هبدا ان انا اكريت variable باسم data مثلا واقول له هنا equal contact create لvalidate الداتا. طبعا هنا هيبدا ان هو يرجع لي الريكورد بس اللي انا عملته جوه الداتا دي، وهبدأ ان انا اقول له return للجيسون ريسبونس بتاعي هيكون مسج والستاتس بتاعتي سكسس والكونتاكت اللي في الداتا بتاعتي. تمام. ممكن هنا كمان اضيف له حاجة اقول مثلا هنا 201 بالشكل ده. وهنا في الشو بدل ما انا اعمل string id هيبقى contact بالشكل ده. بس هنا في حاجة بس في الاول هعملها، هقول له لو الكونتاكت مش موجودة
رجع لي مسج مثلا contact not found، والستيتس بتاعتي هتكون مثلا error، وطبعا هيكون الكود بتاعي 404. وهنا لو طبعا founded في المسج بتاعي contact retrieved successfully، وهنا في الستيتس هتبقى success، وطبعا هيجيب لي الكونتاكت اللي انا عاوزها. هنا بقى في الابديت هشيل بس السترينج اي ده واضيف مكانه الكونتاكت على طول. وهنا هبدأ هعمل برضو validation تاني، اتأكد ان كل حاجة في required مظبوطة. بس هنا مش هتبقى required بقى، احنا عرفنا ان هو دايما بيبقى حاجة اسمها sometime، في هنا اس فاضلة sometimes، وهنا هيرجع لي بس الداتا الخاصة بالريكورد اللي اتعدلت. اخر حاجة بقى هنا بتأكد برضو ان الكونتاكت بتاعتي موجودة ولا لأ، عشان لو مش موجودة هقوله لأ 404. طيب لو موجودة هقوله هنا كونتاكت ديليت، وبعد كده هبعتله تم عمل ديليت للريكورد اللي انت عاوزه. اخر حاجة بقى في الباك اند عشان نقفل الموضوع ده خالص، هنعمل هنا PHP artisan migrate، بعد كده PHP artisan server. بعد كده بقى هندخل على الكونتاكت اس بي اي اللي هو هيكون الفيو، تنظيف لحبة حاجات فيه بس كده. فاحنا مثلا عندنا الفيو هنشيل الفولدر ده كله. بعد كده هندخل كمان على components ونشيل كل ال components اللي هي فيها hello the welcome و welcome item، الحاجات دي كلها مش هيتبقى عندنا غير ال components. ممكن كمان نشيل ال icons دي كمان، مش هيتبقى عندنا غير الفولدر اللي هو component والراوتس، وكمان هيكون متبقى عندنا main.js. أول حاجة أنا عاوز أعملها، عاوز أعمل create لي new file اسمه API، وده هيكون فيه import للأكسيوس، زائد كمان إن هو هيكون فيه instance من الأكسيوس اسمه API، ونست API equal access create. بعد كده نحط له base URL بتاعنا، واللي هو هيكون local host الخاص بالسيرفر اللي هو بتاع PHP. بعد كده هنا هنقول له إيه، لو احنا عاوزين نضيف له هيدر أو أي حاجة تانية ممكن نضيفها له هنا، بس احنا هنكتفي بكده. بعد كده هنا export default لل API، نعمل save. وهنا جوه الراوتر index هنشيل الحاجات اللي احنا مش عاوزينها دي. بعد كده نبدأ ان احنا نضيف 3 components هنعملهم دلوقتي مع بعض. تمام، هنشيل بس الحاجات اللي هي موجودة جوه الراوتس أو جوه الأري الخاصة بالراوت. أول راوت عندنا في البروجكت بتاعنا هيكون الباث بتاعه سلاش، بعد كده هيكون الكومبوننت هتكون contact list، بعدين هيبقى عندنا باص تاني هيكون فيه new اللي هو خاصة بالكونتاكت فورم اللي احنا هننشئ فيها الريكورد. بعد كده آخر حاجة هي هتكون خاصة بالكونتاكت فيو، واللي هي هتكون خاصة باللي هو عرض الريكورد الواحدة. تمام، بعد كده نروح على بقى الكومبوننتس، نبدأ ان احنا نعمل نيو فايل لكل كومبوننت عندنا. هنا contact list و contact form، وانا contact view. هنا بالنسبة للكونتاكت ليست هي بتعمل حاجتين، هي بتعمل عرض للليست او مجموعة الكونتاكتس الموجودة جوه الداتابيز عندي، زائد كمان اللي هي بتديني اكتر من هاندلر واكتر من راوت. اول راوت هو النيو اللي هو عشان اروح على الكونتاكت فورم، تاني راوت عشان اروح على الريكورد ذات نفسها، وهنا ببعت لها الاي جي بتاعي كمان. وبالنسبة للهاندلر الاولاني هو اللي انا بلود الداتا كلها اول ما تتفتح الصفحة دي او اول ما تتفتح الكومبوننت دي، وهنا بعمل ديليت للكونتاكت بتاعتي. ببدأ هنا اقول له سكريبت سيت اب، بعد كده هنا اعمل امبورت للريفرنس والاون مارتن، بعمل امبورت لليوز راوتر من في راوتر، بعمل امبورت كمان للاي بي اي. بعد كده هنا بستخدم الراوتر، بعد كده ببدأ ان انا اعرف الكونتاكت بتاعتي اللي هي اوريدي هيعمل فيها فور لوب علشان يبدأ اللي هو يستعرض كل الليست بتاعتي. هنا ممكن اشيل الايميل اخليها بس بالميمز،
بعد كده هبدأ ان انا اعمل اول هاندلر وهي هتكون load contacts. load contacts بكل بساطة انا هنا بقول له ان انا عندي try and catch، وجوه try انا ببدأ ان انا اعمل API get request للcontacts. طبعا الcontacts هنا زي ما انتم شايفين في ال API.js هو هنا واخد instance عشان في البيز URL مش محتاج ان انا اكتب كل ده في كل مرة، انا بكتب بس الاند بوينت اللي انا عاوزها مش اكتر من كده. بعد كده ببدأ ان انا اقول له عاوز اعمل هاندلر تاني اسمه delete contact. بعد كده اعمل await API dot delete للكونتاكت، بعد كده ابعت له الاي دي بتاعي. طبعا هنا انا ممكن اعمل ايه، ممكن اعمل loading للكونتاكتس مرة تانية بحيث ان هو يعمل reload للكونتاكتس بعد ما يعمل delete. تمام. بعد كده هنا هقول له on mounted، بعد كده ابعت له اللود كونتاكت. تمام. بحيث ان هو اول ما يحصل mounting للكومبوننت دي، اول ما الكومبوننت دي تتفتح او تلود يبدأ ان هو يعمل لودنج للداتا دي على طول، زي يوز افكت الموجودة بالظبط جوه ايه رياكت جي اس. هنا في الكونتاكت فورم ببدأ بقى ان انا اقول له انا عاوز اعمل نيو كونتاكت، بحط كل الانبوتس اللي انا عاوزها، زائد كمان ان انا بعمل تو واي بايندينج عن طريق في موديل النيم والفون والكمباني، زائد كمان ان انا بعمل هاندلر اللي هو سيف كونتاكت، هنعمل امبورت للريفرنس، بعد كده امبورت للراوت، وكمان امبورت للاي بي اي. هنستخدم الراوتر. بعد كده هنا نحط كل الفيلدز بتاعتنا، هتكون نيم وايميل وفون وكمباني. هقول لك احنا دلوقتي ازاي هنستخدم الراوتر هنا، ولكن لما ندخل على ايه، على السيف كونتاكت، لما نيجي نعمل سيف للكونتاكتس ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان انت هتعمل API request ببوست ريكوست، تمام، للكونتاكتس. بعد كده تبعت له كل الداتا دي اللي هي ايه اللي انت خدتها من الانبوتس اللي عندك. بعد كده هتعمل ايه، راوتر دوت بوش ليه عشان تعمله ريدايركت لليست بعد السيف. بعد كده تعمل سيف. هنا بقى في الكونتاكت فيو هتبدأ بس ان انت تستعرض الداتا الموجودة عندك. لو الكونتاكت الموجودة عندي دي مش موجودة معنى كده ان الداتا دي مش هتتعرض. بعد كده هنا هتعمل سكريبت، هتعمل import ل reference on mounted علشان انت هنا محتاج ان انت بتعمل loading للداتا من ال API اول ما يتبعت لك ال IG عن طريق الراوتر. فهنا برضه هتعمل import ل use router، وهنا هتعمل import لل API. بعد كده هنا هتستخدم الراوتر. بعد كده هتجيب الكونتاكت بتاعتك هتكون null في الاول خالص. بعد كده هنا هتقول له انا عاوز اعمل لود للكونتاكت، وده هيكون اول هاندلر عندك. تعمل constant response، وهتعمل get request لمين، للكونتاكتس، بعد كده تضيف لهم من الاي دي بتاعك. بعد كده هنا هتبدأ ان انت تحط الداتا بتاعتك انت جبتها من بره من الريكوست في الكونتاكت عشان تتحول من هي null لان هو يكون فيها داتا. بعد كده هتقول له هنا on mounted load contact. وبكده انت عملت التلات components. تعالى بقى نعمل npm run dev، اتأكد بس ان ال PHP server ده شغال. هنا المفروض ان هو 2 دوت مش دوت واحدة، خلينا ان احنا نضيفها في الكل. تمام، نعمل save. انا اعتقد لسه في حاجة في ال app view. تمام، المفروض احنا نشيل الحاجة دي، احنا ما نضفناش ال app dot view. هنا الراوتر لينك مش محتاجينها، عاوزين بس الراوتر view. بعد كده عاوزين نشيل الهيدر ونسيب بس الراوتر فيو موجودة، ونشيل كمان الستايل ده كله مش محتاجينه. هنا بقى في الكونتاكت هتلاقي فيه كده حاجات غريبة ظهرت، صح؟ مع انك ما عندكش ولا حاجة في النتورك. يعني مثلا لو انت هنا عملت ريفرش هنا في النتورك هتلاقي ما عندكش غير 3 حاجات هنا، الكونتاكتس والمسج والستيتس. ما عندكش داتا اصلا في الكونتاكتس. هو ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل ان هو اخد
الكونتاكتس والمسج والنسيتس هنا عندك. ليه بقى؟ لان ببساطة جدا احنا عندنا غلطة هنا، واحنا بنقول response.data المفروض ان احنا نقول له .contact مثلا، وهنا برضو في الفيو response.data .contact. كده هتلاقي ان هو مفيش اي كونتاكتس زيادة او اي حاجة غلط حاصلة. تبدأ بقى ان انت تقول له عاوز اعمل نيو كونتاكت، وهنا مثلا هتقول له مثلا محمود، وهنا ميل mail.com مثلا، انا فون نمبر اي حاجة. طبعا هو كده المفروض ان هو يكون nullable. تمام. هنا برضو ممكن احط اي حاجة في الكومباني، مثلا company save. زي ما انتوا شايفين اول ما عمل سيف ودينا تاني على الكونتاكتس، وهنا في الكونتاكتس لو انا ضغطت عليها كده هتوديني على الفيو للكونتاكت. تمام. بتاعت الريكورد الواحدة. لو انا عملت ديليت كده برضو هيعمل لي ديليت للكونتاكت. تعالى نعمل اي حاجة تانية برضو هنا كده. ممكن اسيب الاتنين دول فاضيين واعمل سيف. بس خلي بالك لو انت سبت هنا الايميل فاضية هتلاقي اللي هو عندك مشكلة. هيقول لك هنا the email field required. طبعا المفروض انت بقى تعمل هاندلنج للايرورز اللي بتظهر، وتظهر له مثلا هنا في alert ان هو المفروض ما يسيبش الايميل، حاجات زي كده المفروض تعملها. فانت كده قدرت ان انت تعمل CRUD operations عن طريق الفيو، وعرفت تعمل integration ما بين الباك اند API وال SPA عن طريق الاكسس. وبس كده. سلام.